راهي الحنيه الصحيحه اللي كي تبداو مع بعض اكل موده. هو ربي قال لك خلقنا لكم موده ومحبه شنو هي الموده والمحبه؟ هذيك العشره هذيك اكل لما هذيك مع بعضكم. راهو نتغشوا ما يسالش ونهزوا خشمنا نهار اثنين ثلاث هيك هو ان شاء الله خبز وزيتون والناس تلعب وتضحك مع بعضها وليله محلاها وناس معنقه بعضها وناس مفرهده. راهي اعز شيء في الدنيا. راهو تبدا معاها فرد دار وانت في شراء وهي في شراء. شنو معناه؟ عقاب تعاقبوا في بعضكم، تضحكوا على بعضكم، تضحكوا على ربي. مش معقوله. تفهموا بالتي هي احسن، ما تفهمتوش كل حد ياخذ ثنيته. راهي مش البركه فينا ناكل بالدجاج وبالحوت وبالحم وبالرشروه والكل، لا ناكل حتى بلاش. وانا الشيخه فرحانه بيتا الرقرق. صباح النور. مرحبا بك مدام. اليوم نحكيو على ظاهرة الطلاق الصامت بين الأزواج في تونس. طغات الظاهرة. طغات الظاهرة هذه موجودة، ولكن هنا هي راهي قدام ربي حرام، وحتى مش قدام ربي راهو مش باهي. معناها هوكا معناها عبارة صورة مزيفة، فهمتني؟ حتى من الصغيرات راهم باش يبداو متقلقين، عبارة على خدعة. ما تفهمناش، كل حد يمشي على روحه. انت قومي بواجبك من ناحيه وليداتك وهو يقوم بواجبه من ناحيه وليداته، وراهي تنجم تبقى العلاقه نظيفه راهي من غير ما تسيلش في دار واحده وانتم مع بعضكم وانتم مطلقين. راهو حرام، لا يجوز. يظهر لي معناها تبدا علاقتكم نظيفه، معناها تسالوا على صغاركم والواجبات تبدا موجوده، لكن الانفصال صار انتهى. يبداو في الدار وما همش مطلقين. ما همش مطلقين ولكن معناه يعيشوا مع بعضهم. عاد سامحني، ما كنش مطلقين وكل حد على روحه عليه. انت تعمل اللي في بالك وانا نعمل اللي في بالي، هذه لا يجوز. راهو حرام. راهو لكن المحلوة لا يفدلكوا يهجروا، وخاصة هجران الفرش الزوجي بيت الزوجي. اي حرام. هو قال لك ربي لا تجعلها كالمطلقة، كي تمشي بعيد عليها تسافر أكثر من الوقت المعلوم ما تخليهاش معلقة. ما بالك أنت تبدأ معاها فرد دار وأنت في شراء وهي في شراء. شنو معناه؟ عقاب تعاقبوا في بعضكم، تضحكوا على بعضكم، تضحكوا على ربي. مش معقولة. تفهموا بالتي هي أحسن، ما تفهمتوش كل حد ياخذ ثنيته وما تعيشوش عيشة غالطة. والحوار محلاه. راهو تحاوروا تفهموا، احكيوا ونطيحوا. انا نطيح شويه وانت تطيح شويه، وك الصغيرات هذوك ما يطلعوش متعقدين، راهو يطلعوا متعقدين. راهو الطلاق يعقد الصغيرات وحياتهم تبقى خايبه وما ينجحوش في حياتهم وما يكونوش عاديين. ما همش عاديين. معناها هانهم مع والديهم وامهم وابوهم، اما العلاقه الحقيقيه سونتيمون ماهيش مش موجوده. ما ثماش حوار، ما ثماش ناس مع بعضها، مش ثماش انسجام، ما ثماش راهي الحنيه الصحيحه اللي كي تبداو مع بعض اكل موده. هو ربي قال لك خلقنا لكم موده ومحبه شنو هي الموده والمحبه؟ هذيك العشره هذيك اكل لما هذيك مع بعضكم. راهو نتغشوا ما يسالش ونهزوا خشمنا نهار اثنين ثلاث هيك هو. نرجعوا بقوه، نرجعوا نحبوا بعضنا بقوه. الاسباب نتاعو هذا شنو هي حسب رايك؟ انهم يبداو في الدار مطلقين ما يسمى بالطلاق الصامت، ماهوش قدام المحكمه على الباب على الاوراق معرسين، اما في الدار اي هاكا انت اللي في بالك اعملوا وانا اللي في بالي نعملوا، باش ما نظهروش للناس لكوننا نحن مطلقين، فهمتني؟ ولكن مطلقين وانتم مطلقين، مش بالكتيبه بالستيل والورقه والمحكمه والتصحيح. زاد ما تجيش. راهو مش باهي، راهي ظاهره خايبه وراهي تزعج الاطفال وما تخليهمش يكملوا حياتهم باهيه وما يخليوا ما يبقاوش يطلعوا معقدين الصغيرات. ما طلعوش معناها صغيرات عاديه كي راهو بوهم وامهم. كيفاش باش تكون العائله؟ راهو الانسجام ان شاء الله خبز وزيتون والناس تلعب وتضحك مع بعضها وليله محلاها وناس معنقه بعضها وناس مفرهده. راهي اعز شيء في الدنيا. راهو
راهو مش معناها نتاع كركر لي وجيب لي وانا راهو حتى برشا حاجات خايبه. راه اكلي انا نفرض عليك، يلزمك تجيب لي وتعمل لي وتعمل لي وتعمل لي وتعمل لي، وهو مسكين لا حول ولا قوه. رانا نتفاهموا، القناعه كنز لا يفنى. رانا ميسالش عندنا نودوا بعضنا، ما عندناش نعيشوا باللي يحب ربي وباللي يستر ربي. المهم احنا نبداو فرحانين، اكل الانسجام، اكل اللحمه، اكل المايده، والناس كلها دايره مع بعضها، والصراحه نصارحوا بعضنا. عندي هذا، عندي هذا، ما عنديش هذا، ما عنديش هذا، قادر باش نصرف كذا، مش قادر، مانيش قادر، اعذريني، نعذروا بعضنا. فهمتني؟ راهو ربي، حتى ربي يحبكم ويهبط لكم البركه وتنزل البركه. راهي مش البركه فينا ناكل بالدجاج وبالحوت وبالحم وبالرشروه والكل، لا، ناكل حتى بلاش. وانا الشيخه فرحانه بيتا الرقرق.